السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألتني احنا لسه جايبين الجهاز المالتي ال40 35 او ال50 30 او اي جهاز مالتي بنبقى لسه جايبينه اول تعامل معاه، فاحنا عايزين نعرف ازاي نتعامل معاه ونعرف اذا كانت حالته كويسة ولا لا. فانا دلوقتي في الفيديو اشرح لك ازاي تظبط المكنة بتاعتك، بس عايزك تعمل لايك وتصلي على النبي واشتراك في القناة. اول حاجة هنعملها خالص ان احنا بنبص على لغة البانل. تمام، هي دلوقتي بتيجي من بلدها بالفرنكو او بالفرنساوي ايا كان. الشريط اللي فوق ده قدامنا بنرفعه كده من الجنب سنة كده وبنشده على الجنب اليمين. تمام، بعد كده بنطلع اللوحة دي. هتلاقي عندك هنا لغتين، لغة الفرنكو طبعا اللي احنا اللي هي جاية من بلدها، شيلها كده عادي. هتلاقي تحتها لغة أجنبية الإنجليزي، هتبدأ إن أنت تطلع اللغة الإنجليزي ديت وتخليها هي من فوق. هنحط بقى الفرنساوي أو الفرنكو من تحت، والإنجليزي من فوق. دي أول حاجة احنا بنعملها أول ما بنجيب الجهاز. تمام، بعد كده بنركب اللوحة بتاعتنا والشريط بتاعنا بنرجع نركبه تاني بنفس الطريقه اهو راجعين زينه كده. تمام، بعد كده بنشغل مكانتنا عشان نتاكد بقى من صورتها ومن هل هي كويسه ولا الصوره فيها مشكله او فيها اي اعطال او بيظهر معانا اي مشاكل. تمام، ده لوك الشاشه اللي بيرفع الشاشه، ده السكانر تمام بتاعها، ودي عدسه الفيدر. لو انت بتطبع حاجه من الفيدر بتبقى دي العدسه. اول حاجه هنعملها خالص ان احنا هنحط ورقه في الدرج. تمام بالشكل ده، وندوس على المسطره. نطبع ازاي بقى التيست عشان نتاكد ان ان الصوره طالعه كويسه؟ بندوس على السيستم، زرار السيستم بعد كده بندوس على ريبورت، بعد كده ريبورت برنت. هنلاقي حاجه هنا عندنا اسمها ستيج بيتش، هندوس عليها وبعد كده ندوس يس. تبدا تطلع لي الصوره علشان نتاكد اذا كانت هل المكنه صورتها كويسه ولا فيها اي مشكله ان احنا نبدا نعالجها بسرعه. دي اول صوره يا جماعه طلعت لنا، ولو انتم ملاحظين معايا كده انا طلعت الصوره بس هي فيها نقط. النقط دي بتبقى رول الشحن. تمام، انا دلوقتي اصلا محضر رول شحن لان عارف ان كان ممكن يظهر فيها مشكله. ازاي بنغير رول الشحن؟ بنفتح البوابه من هنا، هو من الزرار ده بندوس عليه كده، بنفتح البوابه بتاعتنا والمجموعه بتترفع بالطريقه دي لفوق كده وبتتشد. تمام، ده شاسيه رول الشحن، ليه لوك من هنا اهو، بدوس عليه واقوم جاي رافع لفوق كده بيطلع قدامي رول الشحن. هو ده رول الشحن اللي بيبقى فيه نقطه، وغالبا هي النقطه في الحته ديت انا حاسس بيها اهيت وشايفها. تمام، طب احنا بنغير رول الشحن ده ازاي؟ هتروح عند اي حد بتاع برنترات او مكن تصوير او اي حد بتاع صيانه، تقول له انا عايز رول شحن لجهاز 40 35 كيلو سير، هيديك الرول الشحن حضرتك هتفتح رول الشحن كده وتقوم جاي مطلع رول الشحن. تمام، طريقه تركيبه اسهل مما تتخيل. ما تفكرش انك تجيب مهندس عشان هياخد منك فلوس او تجيب فني عشان هياخد منك فلوس، وانت هتقدر تجرب بنفسك من غير ما تحتاج اي حد. تمام، جيب مفك عاده ومن الجنب كده جايين ناطرين بس كده من الجنب لفوق. تمام، هنطلع دي نحطها على جنب. ده رول الشحن اللي بايظ اهو، انا طلعته بكل سهوله اهو. الحته الكبيره هي اللي من اليمين، الحته الصغيره ديت هي اللي من الشمال. هنعمل رول الشحن ونبدا ان احنا نحط رول الشحن بتاعنا الجديد. ادي اهي، نحط الرول من الجنب كده، دخل هنا. تمام، من هنا بقى اهو هناخده الجزء تاني اللي هو البنه ديت تاني. قوم جايين ضاغطين كده، هي خلاص ركبت كده، ركبت معايا. هقوم جاي مركب رول الشحن بتاعي الاول من اليمين، بعد كده دايس عليه من هنا، وابدا ان انا اطلع تيست. ده اول حاجه انا كده عملتها في اول مشكله اكتشفتها قدامي. تمام، هطلع تيست تاني علشان اتاكد هل النقط دي لسه موجوده ولا النقط دي راحت. كان برضو في ناس سما سالتني على موضوع النقط ده انه بيظهر في الورقه. تمام، احنا طلعنا التيست كده دلوقتي، بص معايا مش هتلاقي اي نقط وهتلاقي الصوره تمام طالعه معانا كويسه جدا. بنعرف عداد المكنه من هنا. توتال المكنه عامله كام؟ هي عامله 55,000. 55,000 اهوت، التوتال بتاع البرنت بقى وكده، لكن ده التصوير نعرف التوتال برضو. التصوير يعني كله كمان متكامل. هنا التوتال اللي تحت ده برضك بيعرفك النسبة بتاعت التصوير والكوبي وكل حاجة. تمام، نبدأ ان احنا بعد كده نبص على حاجة اسمها علبة العادم. علبة العادم دي من الجنب هنا، بنفتح علبة العادم، هو اللوك بتاعها من هنا. تمام، بندوس على اللوك ده نطلع علبة العادم.
نتاكد ان هي فاضيه ومفيش اي اثار حبر في الحته ديت. تمام، هي كده مظبوطه. طبعا الرساله دي بتديها لي لما انا بطلع علبه العادم او علبه العادم بتتملى، بيقول لي ان البوابه الجانبيه علبه العادم فيها مشكله. تمام، بس هي تمام. انا هركب كده علبه العادم بتاعتي. تمام، وهقفل الجنب، وهبدا ان انا اجرب سحب الجهاز من فوق، ان انا احط ورقه من فوق هنا اهوت. الصوره اللي انا هصورها بتبقى من فوق. تمام، بعد كده بقوم جاي دايس على الهوم. اي حاجه انت بتستخدمها بيبقى عن طريق الكوبي. تمام، الكوبي هنا اهوت بيقول لك هنا مقاس الورق، وانت عايز تختار الدرج ولا الباي بوس اللي هو ده بيتحط فيه ورق. ممكن تحط فيه اي 4 واي 5 عادي. تمام، طبعا انا هو ما علينا، هو دلوقتي تقريبا كده هو مش حاسس بوجود ورق، فانا هحط له ورق. تمام، فلو اول ما احط ورق في الدرج هنلاقيه علم علامه هنا خضراء قدامنا الدرج. تمام، ده اول حاجه اللي بنعرفه منها مقاس الورق. ده لو عايز اكبر الصوره او اصغرها او ايا كان الزوم. تمام، غير كده اللي هنا ده بيبقى التغميق والتفتيح، لو عايز اغمق الصوره او افتحها. تمام، الدوبلكس ده لو عايز اصور الوش والظهر مع بعض. لو عايز اصور بطاقه وش وظهر يبقى دوس 2 سايز 2 سايز 1 سايز اللي هي دي كده انا بصور وش وظهر بطاقه مع بعض. انما الباقي ده ان شاء الله انت اصلا مش هتحتاجه في شغلك لان هو ملوش اي لازمه. تمام، احنا بس هنلغي ايه 2 سايز و 1 سايز بحيث ان هي تطبع عادي خالص. هنيجي نصور بقى كده الورقه اللي فوق سحبت معانا. هنبدا بقى ان احنا نتاكد ان الصوره طالعه كويسه برضك ما فيهاش حاجه. ادي الصوره طلعت معانا كويسه جدا ما فيهاش حاجه. كده اتاكدت ان ايه الجهاز بتاعي شغال كويس. غير بقى ان انا لازم اجرب الدوبلكس. تمام، انا اخر حاجه اعملها ان انا ايه احط الورقه فوق كده عشان اجرب الدوبلكس. ادي الدوبلكس. تمام، اعمل له 2 سايز 1 سايز واقوم جاي دايس تصوير كده. المكنه بتعلق معايا في الفيدر، فكده في مشكله. فاحنا هنعمل اول حاجه الصيانه العاديه بقى، اللي هو مثلا هنجيب كونه تكون مبلوله. تمام، معانا كونه كده تبقى مبلوله، وهبدا ان انا امسح البكر ده كويس. هنا بيبقى فيه بكرتين اهو، هنمسحهم هنا كويس جدا كده باي كونه مبلوله علشان اتاكد ان الحشر دوت من البكر مش من حاجه تانية. تمام، مسحت بكري. هرجع تاني اديها نفس الاوردر. تمام، بالنسبه للوش والظهر اللي الورق نرجع تاني نعمل نفس الحركه بس 2 سايز 2 سايز. تمام، بعد كده بدوس تصوير. كده انا اتاكدت ان الدوبلكس الوش والظهر شغال معايا كويس جدا، وهيبدا ان هو يطلع لي الورقه من تحت اهوت. بس هو بيعديها مرتين ثلاثه جوه وبتطلع لي الصوره بتاعتها. والحمد لله كده المكنه بتاعتي شغاله كويس وما فيهاش اي مشاكل. كل اللي طالبه منك تعمل اشتراك في القناه وتصلي على النبي ولايك للفيديو. واي حاجه تحتاجها او اي مساعده، احنا القناه بتاعتنا هنا بتساعد كل الناس في حل اعطال المكن. يعني انت اي حاجه تقف معاك هتبعت على في التعليقات تقول مثلا يا باشمهندس انا معايا عطل كذا، فان شاء الله هنساعدك فيه بحيث ان انت تحله بكل سهوله. السلام عليكم.